السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، النهاردة هنعمل تدوير للمفرش ده. كان مفرش الأنتريه عندي وبقاله فترة كده وحسيت إنه نقر شوية، كمان كنت محتاجة أغير شكل النيش بتاعي من المفارش التقليدية اللي كلنا بنجيب منها مهما بصراحة اتغير شكلها، لكن هي ال 12 مفرش بصراحة ما فيهمش أي افتكاسات ولا أي جديد. فكرت زي ما انتم شايفين إن أنا أجيب المفرش بتاعي، طبقته 4 وقصيته، طلع تقريبا المفرش الواحد حوالي 55 سنتي، ما خدش مني مجهود خالص. بس المفرش عندي كان فيه لولي، فكنت بحاول وانا بقص ابعد عن اللولي، هو ما بينسلش، وطلع المفرش بالشكل اللطيف اللي انتوا شايفينه. بجد كمان في الحقيقة حلو قوي. بعد كده بقى هروح على النيش بتاعي واعمل اول خطوة ان انا اشيل كل التراب اللي على النيش. ده مهم جدا الخطوة دي، اشيل كل التراب اللي موجود سواء جوه النيش او بره النيش. بعد كده ببتدي استخدم ملمع الخشب في الاول، بعد كده بستخدم ملمع الزجاج. اذا ما كانش متوفر ملمع الزجاج عندي بستخدم كوبايتين من المية عليهم نص كوباية من الخل، بتفي بالغرض بصراحة، بتبقى حلوة جدا. بعد كده فرشت زي ما انتوا شايفين، انا فرشت رفين بس وحبيت اصورهم. بعد كده ان شاء الله هكمل بقى وتشوفوا معايا كله ان شاء الله على خير. كنت قريب بفرش نيش لبنت صاحبتي، والحقيقه كانوا قلقانين قوي من فكره ان الكاسات تتحط بالمنظر ده خالص، على فكره، لانك بتثبتي الكاس في الكاس اللي تحته، والتاني بيبقى مجرد ان هو بيسنده بس، وعلى فكره بيفضل على حاله كده لحد ما بنستخدمه او بنحاول ننضفه مره تانية، مفيش فيه اي مشكله. في رصات كتيرة جدا، لو حابين ان شاء الله على خير ان انا اعمل لكم فيديو لرصات مختلفة للنيش. هنا الرف التاني حطيت فيه طقم زي ما انتوا شايفين كده، طقم بقدم فيه الحاجات السخنة. بجد حلو قوي 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 قوي. حاطة معاه كمان فناجيل القهوة. انا بصراحه ما بستخدمش فناجيل القهوه كتير عندي في البيت، لاني بستخدم الفناجيل الفخار والكنك الفخار، بيبقى حلو لطيف جدا. زي ما انتم شايفين ملاحظين معايا مفيش اي تكدس، انا ما بحبش ان انا اكدس الحاجات جوه النيش، بحب ان انا عامله يعني ضلفه ليها في المطبخ فيها بستخدم منها. هنا حبيت اوريكم المفرش عامل ازاي. المفرش زي ما انتم شايفين بجد حلو قوي قوي قوي، طلع شكله لطيف كده، وبجد نور النيش وخلى شكله اختلف. زي ما قلت لكم، اذا حابين ان انا اعمل لكم رصات تانية للنيش يا ريت تكتبوا لي ان شاء الله على خير في الكومنتات. ان شاء الله كمان لما اكمل بقيه فرش النيش ان شاء الله على خير ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني. انا ما حبيتش اطول معاكم في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. على فكره الكاسات الصغيره دي كانت هديه زي ما انتوا شايفين كده معايا. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، بشير، باشتراك في القناه، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام.